النهاردة هنتكلم عن أفضل موقع لعمل فيديوهات بسرعة وجودة عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي. الموقع ده مش بس بيخليك تعمل فيديوهات احترافية، كمان لو عندك صورة ثابتة هتقدر تحولها لفيديو مميز. في آخر الفيديو هتلاقيني جربت تحريك الصور الثابتة واختبرت الموقع ببعض الصور الصعبة في التحريك، لكن فعلا اندهشت من النتائج. يلا نبدأ الشرح. هنفتح موقع جوجل ونكتب فيديو ستوديو وهنختار أول نتيجة بحث. هيفتح الموقع بالشكل ده. هنيجي عند التراي فيديو ونضغط عليها علشان نعمل حساب مجاني لاستخدام الموقع. هنعمل تسجيل دخول من خلال الجيميل. هيفتح الموقع بالشكل ده. الموقع بيدينا 80 كريدت، وبعد انتهاء الاستخدام المجاني طبعا عارفين هتجددوا الاستخدام المجاني ازاي، زي ما شرحنا الطريقة قبل كده في القناة. هنيجي نضغط كرييت فيديو، هتفتح لنا صفحة العمل بالشكل ده. من هنا نقدر نعمل دراج ايمج او نختار صورة ثابتة علشان نحولها لفيديو انيميشن، وده اللي هنجربه مع بعض في اخر الفيديو. ومن هنا نقدر نعمل فيديو مباشرة عن طريق كتابة البرومبت. ولو جينا ضغطنا هنا هنلاقي الستايل، ممكن نختار الجنرال او الانيميشن. وهنا الوقت 4 ثواني للخطة المجانية او 8 للخطة المدفوعة. دلوقتي هنروح نفتح تشات جي بي تي ونقول له اكتب لي برومبت عن ولد صغير يجلس في الحديقة ويقرأ قصة وحوله الأزهار والفراشات. هيكتب البرومبت وهننسخه ونرجع للموقع. نيجي هنا نعمل لاصق أو بيست. هننزل هنا هنلاقي enhance prompt، ودي معناها كأنك بتطلب منه يوسع الإدراك في إنشاء الفيديو، يعني يجود من عنده تفاصيل زيادة. فأنت ممكن تجربها أو تلغيها لو أنت عايزه يلتزم بالظبط باللي أنت كاتبه. انا هلغيها وهنزل اضغط على كرييت. هنا كاتب انه بيسحب في الفيديو الواحد 4 كريدت بس، ودي حاجة كويسة، يعني نقدر نعمل 20 فيديو مجاني مرة واحدة، وبعدها نعمل ايميل وهمي ونجدد الخطة تاني وتالت وهكذا. هنا بعد ما طلعت النتيجة هنعمل تشغيل للفيديو. هنلاقي فعلا الوضوح والجودة العالية، شكل الولد واضح جدا وبدون تشويه او مشاكل زي بعض المواقع التانية. لو جينا هنا نقدر نعمل اب سكيل، يعني تحسين الجودة، وهنا نقدر نحمل الفيديو. ولو جينا هنا نقدر نعمل عملية تسريع أو تبطيء للفيديو، يعني لو ضغطنا 2x مثلا دي تعمل حركة سريعة للفيديو. ولو جينا اخترنا مثلا 0.5 أو نص x هنلاقي الفيديو ماشي بشكل بطيء. حتى هو بطيء شكله مناسب في الحالة بتاعتنا دي، وده معناه ان انت ممكن تعمل الفيديو 8 ثواني مش 4. هرجع تاني للتشات جي بي تي واقول له اكتب لي نفس البرومبت لنفس الولد لكنه يلعب في نفس المكان. هيكتب البرومبت وهناخده كوبي ونروح للموقع نعمل بيست، وهنلغي الانهانس برومبت ونضغط كرييت، ونعمل برومبت تاني لكن الولد يكون نايم في الحديقة، بحيث نعمل اكتر من مشهد علشان اللي حابب يعمل قصة يمشي بنفس الطريقة، يعمل فيديوهات ليها علاقة ببعض لإنشاء فيديو طويل أو قصة بشكل مميز وهكذا. علشان وقت الفيديو أنا عملت كام مشهد بنفس الطريقة اللي اتعلمناها، ودي كانت النتائج بصراحة جميلة ومميزة. يعني ممكن نقدر نجمع المشاهد دي كلها في فيديو واحد طويل. ممكن نروح لأي برنامج مونتاج زي كاب كات مثلا أو كانفا. ممكن نفتح كانفا، نختار تصميم جديد ونختار أبعاد فيديو اليوتيوب 16:9. نضغط على التحميلات، نضغط على تحميل فيديو، نختار الفيديوهات اللي احنا عملناها من الموقع، هتنزل لنا بالشكل ده. وهنيجي نسحب كل فيديو للتراك او التايم لاين، وهنيجي هنا ما بين كل صورتين نلاقي العلامة دي. لو ضغطنا عليها هيفتح لنا الانتقالات. هنختار شكل الانتقال المناسب اللي احنا عايزينه، ونيجي هنا بكل بساطة علشان نشيل اللوجو او العلامة المائية بتاعت الموقع هنضغط ضغطة واحدة هتظهر لنا الحواف بتاعة الفيديو. هنمسك من اي كورنر فوق ونسحب لحد ما العلامة تبقى خارج اطار العرض، ودي اسهل طريقة، وهكذا في باقي المشاهد. وطبعا هنضيف صوت سواء كان صوتنا او صوت من موقع توليد الصوت زي 11 لابس الشهير، وده شرحناه اكتر من مرة على القناة. ولو عاوزين نحمل الفيديو بالشكل النهائي نيجي هنا نضغط على كلمة ملف او فايل ونضغط على داونلود او تنزيل للفيديو بتاعنا. ونيجي لاخر حاجة في الفيديو، طبعا اللي اهم حاجة، هنجرب مع بعض ازاي نحول الصور الى فيديو.
هنيجي هنا نضغط على دراج ايمج او سيلكت ايمج، وهنختار الصورة اللي احنا عاوزين نحولها لفيديو. انا جهزت بعض الصور الصعبة بصراحة اللي فيها environment مختلفة علشان تكون صعبة على البرنامج او على الموقع. نشوف اداة التحريك هتتعامل معاها ازاي. هنيجي هنا في المرة دي هنسيب الانهانس شغالة، نضغط على كرييت وننتظر ثواني مش اكتر ونشوف النتيجة. هنشغل الفيديو. زي ما احنا شايفين الفيديو احترافي وهايل جدا. يعني هنا العربية او السيارة ماشية للخلف، وده منطقي جدا يعني. واصعب كمان هو اعتمد على ان المسار اللي قدام العربية فيه علامات للاطارات على الارض، فاختار انه يمشي للخلف على تكملة الطريق اللي مفهوش علامات، فبالتالي اضطر انه يعمل استنساخ لنفس العلامات الامامية. لا يعني الموضوع مميز جدا، يعني في تفاصيل للناس اللي بتحب التركيز. هتلاقي فعلا الفيديو معمول باحترافية شديدة يعني. هعمل تحميل للفيديو وهروح اختار صورة تانية، ودي برضو صورة العربية هامر. هنشوف هيتعامل معاها ازاي. هنختار الصورة ونعمل لها تحميل ونضغط كرييت. هنجرب تشغيل الفيديو. واو، لا يعني هو حولها لفيلم اكشن بصراحة يعني، مع حركة المطبات الشديدة وكأنها حركة صعود على صخور اسفل المياه، وكمان استنتج جبال رائعة لتكملة المشهد. يعني يحول الصورة لفيديو مميز جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. عاوزك تجرب الموقع وتشاركني في التعليقات هل النتيجة اللي انت وصلت لها عجبتك ولا لا، ولو قابلتك مشكلة اكتب لي كومنت. وهكون سعيد جدا لو شجعتني واشتركت في القناة وضغطت لايك للفيديو. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.